الملحن سعدون البدري، مساء الخير، حياك الله. بعد رحلة أوروبية تصل إلى بغداد ومن ثم مع حبيب علي وفنانين أخر في الخليج. أنا ما راح أطول، تشرح لي ايش عندك مو عندك. أول شيء أرحب بك الإعلامي على عطوف، حياك الله بالاستوديو، استوديو بغداد. وإذا يعني إذا نحكي على الأغاني والأعمال هن هواي، بس أنا أحكي لك شيء مختصر بالجديد اللي هسه راح نشتغله. عندي أغنية لصوت جدا مهم، شاب طبعا هو من عائلة فنية وأخوه فنان نجم مشهور، وهو إن شاء الله مشروع نجم كلش كبير. واقف ورا الكاميرا ده يشوفنا. اي طبعا. زين. اللي هو ياسر الماجد، شقيق الفنان حسام الماجد. من أهم الخامات والأصوات على فكرة. هو تعامل ويا ملحنين هواي، بس هاي الأغنية يعني أنا اللي قلت له ياسر تعال خلينا نشتغل هذا الديل، شيء مختلف، شيء غربي، شيء رايح بعيد، جو بعيد. وثق برؤيتك. والله هو شوف، هو فنان وعلى فكرة وعازف عود جدا جميل وصاحب صوت وذواق، ثانيا يختار أغاني حلوة. فقال لي أوكي الفكرة أنا ما عندي أي اعتراض، أنت فصل وأني ألبس. والحمد لله يعني وصلت أنا وياسر الماجد نتيجة جدا جميلة، راح تسمعونها الأغنية قريبا إن شاء الله. هاي الأيام احنا كملنا تسجيل، كانت من كلمات الشاعر المتألق الجديد بالساحة أخونا عمر عدنان، وتوزيع مهند غازي. طبعا هذا الشخص ما يحتاج التعريف. واشتغلنا الجيتارات من مصر يم العازف الخطر اللي هو يشتغل تامر حسني والشباب، وعمرو ذياب، مصطفى أصلا. أنا عرفت عندك تعامل بالسعودية صحيح؟ والله علي شبيب. ايه عندي قبل ايش قال لي عليها عمر اليوم يلا استوت. مشكلة علاوي، اكو اشياء تتأخر بالطريق، مثلا يا المطرب كسول او يصير عنده مشاكل، يا مثلا الموزع يصير عنده تأخير لود بالشغل، بس بالتالي انا انجز. يعني عندي هو الشاب جديد راح تسمعون اغنيته جدا جميلة من توزيع عمار عدنان وكلمات عمر عدنان. شوفوا متقارب ترى. هاي يغلطون على طول. اي انا دائما اغلط فيهم. انا تدري شنو السؤال الاخير؟ التلحين صنعة موهبة دربة؟ لا هو اكيد موهبة، ماكو صنعة، بس انت تصقلها بالموسيقى، بالتعليم، بالعزف، بالآلات، بالأشياء، بالسمع اللي تسمع أنواع الموسيقى. نقول الأغاني القديمة، الأغاني الجديدة، الأغاني الجاز، تعبر على الغربي، تسمع إيراني. أنا ملحن شاب، انصحني. أنصحك؟ أي. لا توني جاي للسوق. يعني أنصحك كمطرب لو كملحن؟ انصحني كملحن، أرد ألزم الطريق. كملحن اشتغل مطرب أفضل لك. والله شنو الصعوبات صعب؟ أفضل، لأن يعني ما راح أقول لك، بس أكو أسرار بالعمل. يعني الملحن جهده رايح، تعبه رايح، بعدين تتعب ويا ناس وتصير ناس وناس تأخذ عندك أغاني تصير أسماء نجوم، ما راح يرجع عليك بعد، يشق طريقه. نفس رأي عمر ونفس شكو رجل كواليس، مخرج، مدير إنتاج. يعني أقول لك أفضل لك لا تصير ملحن، تصير مطرب. السؤال الأخير، شنو تقول لجمهورك؟ وهذه كاميرا. انتظروني قريبا بأعمال جديدة بستايلات جديدة. على فكرة تحياتنا الكبيرة الخاصة للفنان الكبير حبيب علي، بالجديد مشتغل أغنية راح تسمعون، ما راح تسمعون حبيب علي القديم يعني، ولو هو متجدد، بس راح تسمعون شيء خيال. أنا طلعت حبيب علي بستايل غير ستايل. أنا كلش أشكرك حبيبي، الله يحفظك.